السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم متابعينا الأعزاء. اليوم راح أعملكم وصفة كتير طيبة وكتير من العالم بيحبوها، هي خلية النحل السورية. بس قبل ما نبلش صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. هون أنا عندي كوبين طحين، طبعا أنا زينهم على الميزان مشان ما عندي ميزان 400 جرام. وهون عندي نص كاسة حليب، كمان زنت على الميزان 350 جرام. وهون عندي نص كاسة نشا. طبعا يا غوالي النشا مفيد كتير للعجينة هي، بيخليها طرية وبساعد الطحين. وهون عندي معلقة سكر كبيرة ومعلقة خميرة كبيرة، وعندي بيضة طبعا حط عليها فانيلا مشان الزناخة. وعندي هون زبدة 25 جرام. طبعا الزبدة حسب الرغبة يا غوالي. أول شي بنخلط السكر والخميرة مع الحليب. طبعا الحليب لازم يكون دافي لمدة 10 دقايق، بعدين بنخلطهم مع المكونات كلها. ويلا ننتقل للخطوة الثانية. طبعا هون يا حلوين أنا حطيت البيضة، وحطيت كاستين الطحين، وحطيت نص كاسة النشا. اختصرت عليكم لأنه أنا نفسي لما أشوف فيديوهات طويلة بزهق. وهلأ راح أحط الزبدة. وهلأ طبعا هون حطيت الخميرة والسكر بقلب الحليب، بدي يضيف شوي شوي. طبعا انتو حسب ما تحسوا العجين محتاج بتزودوا، يعني ممكن يكون يطلع معكم أقل أكتر عادي، يعني مش شرط انه يعني تلتزموا في المقادير على الآخر، لأنه المي أو الحليب بالذات هن أحيانا بيطلع بدكن زيادة أو تنقصوا شوي. وهلأ بدي أخليها ساعة ونص تخمر. طبعا انتوا لازم تخلوها العجينة طرية مشان لما تشتغلوا تطلع معكم زي الهوا. طبعا أنا لا راح أحشيها تمر ولا شي، راح أحط عليها قطر، يعني راح أعملها سادة هالمرة. يا القوام يا غوالي ما شاء الله، الصلاة على النبي. طبعا أنا قلت زبدة حسب الرغبة، بس الزبدة مهمة كتير يا غوالي، لأنه في ناس بتقول لا في داعي بيض ولا زبدة ولا أي شي، بس ما بصير. مثلا إذا ما حطيتوا زبدة بتصير إنه الشكل عندكم بصير نفس ما هو، بس تختلف طعمة خلية النحل، يعني بصير معروق أو شي. وأنتوا فيكم تحطوا لها زيتون أو زيت وزعتر أو شوكولا أو أي شي تحشوها. شوفوني ما شاء الله، هلا بنضربها هيك بوكس. شايفين يا غوالي ما شاء الله؟ هيك تعرفوا انه العجين ناجح معكم 100% ان شاء الله. شايفين الزبدة هي بتعطيها، تخليها طرية وبتعطيها النكهة المطلوبة. شوفوا لي على القوام يا غوالي ما شاء الله. وهلا بدنا نقطعها. طبعا مثل ما ذكرت لكم انتم بتحشوها شو ما بدكم، انا اليوم راح اعملها سادة. بسم الله. طبعا شغلة التقطيع او الاحجام انتم بتتحكموا فيها. هلا بدنا نعملها هيك كرات. شايفين هيك بدها تكون عندي يا غوالي. انا طبعا دهنتهن بزبدة، فيكم تدهنوهن انتو بسمنة او بزبدة او ببيض، بس مشان طعمة الزنخة، مشان اللي ما بيحب البيض. طبعا انا ما كترتها. وهلا بدي شغل، وهلا انا شغلت القوام، وهيا غوالي صارت جاهزة خلية النحل. بسم الله ما شاء الله. وهلا بدي احط عليها القطر. تفضلوا يا حلوين، صحتين والف عافية.